يا سلام على الرمح، يا سلام، ايه الحلاوة دي. قوي فعلا وبيشيل كل الدفاعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنستعرض فيه رمح الصاروخ بتاع البطلة. يلا بينا نشوفه. هنشتروه من المتجر. هنا بعد ما جمعنا الوسمات وصلنا ل3150. يلا هنشتروه من المتجر ونجربوه. وأخيرا تم فتح رمح الصاروخ. هنروح دلوقتي على الحداد ونطور فيه بالموارد الموجودة عندنا وهنشوف قوته. وهنا هندوس على استخدام عشان نستخدموه مع الدرع. بعد كده هنبدأ بالترقية فيه وتم بقى مستوى 2. بعد كده هنرجوه لمستوى 3. وعلى قد الموارد اللي معانا هنرجوه. بقى 4. بعد كده 5. كل ما نرجوه كل ما هيقوى معانا. بقي 6. وبقي 7 معانا. كل ما ده بتزيد قوته. يشيل المباني بسرعة. بقي 9. والموارد بتاعتنا خلصت. هندمر موارد بعد كده نطوره. يلا بينا نشوف هجمة ونشوف قوته في الهجمة ايه. نروح نبحث على قرية بس ناخد الدعم الأول. يلا بينا نبحث على قرية ونشوفه ونهجم عليها. معانا تو مستوى 15. يلا نهجم عليها وننزل بكلب الحمام عشان يحمي الطائرة. قرية مكسة جوه دي كل حدا متمكسة فيها. وهننزل بواحدة إخفاء وراها التنين التناسق ووراها الغضب. وكل 4 ثواني هننزل بواحدة إخفاء عشان نشيل الدفاعات كلها ونشيل برد النسر ونشيل الطول. وهنا شدنا كل الأبراج النار بس لسه التون فاضلة معانا. كل 4 ثواني بننزل بواحدة إخفاء. وشلنا برد النسر. قرية شديدة. يلا بينا ننزله بالتنين اللي معانا والبالون والملك والبطلة عشان نشوف قوة الرمح. احنا اهم حاجة نشوف قوة الرمح. هنفعل الخاصية بتاعته عشان نشتغل بعد كده قوته. بصوا بيضرب من مسافة بعيدة. فعلا يستاهل الشراء. تشترك في القناة تعمل لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله. وده كان فيديو اليوم شراء رمح الصاروخ. متنساش